بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربك الأكرم. دي من أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار وسيدنا جبريل نزل وبدأت السورة بكلمة اقرأ. طيب، وبدأت برضو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني دي صفة الرحمة. طيب، يبقى معنى كده انه لما الأكرم تبقى دي تاني صفة لربنا سبحانه وتعالى في القرآن. اوكي، طب ليه بقى؟ ليه دي تاني صفة؟ لا، ده رأيي الشخصي ان الكرم يعني من احسن الصفات اللي ممكن تكون موجودة في الانسان. هي طبعا موجودة عند ربنا في الاسماء الحسنى، لان الانسان الكريم بس اهم حاجة يكون لله، لا للمناظر ولا للمظهرة ولا للنفاق ولا اي حاجة، ويكون كرم على قده. ما هو الجود ان تجود بالموجود، مش تروح تعمل لنا مهرجان والفيلم ده كله وانت مستلف الفلوس دي عشان تتمنظر بيها. لا، هو طبعا ربنا عالم انما الخبرة علمت الانسان ان هو الشخص الكريم الحقيقي يعتمد عليه، شخص يعني محترم، شخص عنده ضمير، كل الحاجات الكويسة موجودة فيه و واكتر كمان، وعشان كده ربنا اختاره نمرة 2 الصفة دي من اسماء الله الحسنى تبقى موجودة ونزلت في القرآن بعد الرحمة. يمكن محدش كتير بيقول الكلام ده، بس هو طبعا يعني واضح. وربنا يا رب يرزقنا جميعا بناس كرمة يبقوا حوالينا واحنا كمان نكون زيهم.